باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. تفرحني كلمتك كما يفرح من وجد كنزا عظيما. مزمور 119. رسالتك النهاردة بشفاعة القديس العظيم ماري جرجس أمير الشهداء سريع الندهة. بعت لك رسالة في يوم عيده بيطمن فيها قلبك وبيقولك: لكل قلب تعبان أنا كنت في ضيقة، لكن الضيقة ما كسرتنيش لأنها كانت طريقي للمجد. فلو حاسس إن الدنيا تقيلة عليك أو شايف إن الظروف أكبر منك، ولو قلبك مليان خوف أو حزن، ثق إن اللي ربنا معاه عمره أبدا ما بيخسر ولا بينكسر. أنا ما كنتش إنسان خارق، كنت إنسان زيك بيتألم وبيتوجع وبيعدي بظروف صعبة، لكن الفرق الوحيد إن أنا ما سبتش إيد ربنا. في عز العذاب كان عندي سلام، وفي وسط الألم كان عندي رجاء، وفي قلب النار كان عندي إيمان. ما تخافش من النار لأن ربنا بيحولها لنور. يمكن تكون بتقول أنا تعبت ومفيش حاجة بتتغير، بس الحقيقة اللي لازم تعرفها إن التأخير ده مش معناه رفض. التأخير معناه إن ربنا يسوع المسيح بيجهز ليك حاجة أجمل وأعظم بكتير من اللي انت بتتمناها. ماري جرجس ما انتصرش في لحظة، انتصر لأنه صبر، انتصر لأنه وثق، ولأنه قال: يا رب حتى لو الطريق صعب أنا واثق فيك. فيا اللي قلبك مكسور، القديس ماري جرجس النهاردة بيقولك: الجرح اللي جواك ربنا شايفه وقريب قوي هيحول دموعك دي لفرح. وياللي شايف إنك وحيد، اسمع الجملة دي كويس: في أوقات الوحدة السما بتكون أقرب ليك من أي وقت تاني. يمكن الناس سابتك أو اتخذلت أو تعبت من كتر المحاولات. القديس ماري جرجس بيقولك: أنا كمان اتأذيت لكن ما وقعتش، ربنا كان شايلني وشايل شيلتي. انت كمان ربنا عمره أبدا ما هيسمح ليك إنك تقع. ربنا بيحملك انت وشيلتك. خلي عندك قوة اللي كانت عند القديس ماري جرجس، اللي تخلي الإنسان يقول: مش مهم اللي بيحصل حواليا، المهم مين ساكن جوه قلبي. ما تقلقش على رزقك ولا على مستقبلك، ده إلهك هو المدبر ومش ممكن أبدا هيسيبك، هيبعتهولك بأحسن طريقة. ما تفكرش في اللي جاي، لأن يسوع المسيح شايلك خير كتير قوي وهتفرح بيه. هو له كل المجد، مدبرها لك بأحسن تدبير، وهيحصل اللي انت بتتمناه. الأيام الحلوة جاية وهتفرج وهتنسى كل التعب اللي فات. ربنا هيرضيك وهتفرج وهتفرح بطرق ما خطرتش أبدا على بالك. خلي رجائك في إلهك كبير، انتظر تعويضه ليك. حياتك هتنور من جديد. مهما طال الانتظار اوعى تيأس، ربك بيحبك وهيستجيب. بكرة هتشوف نتيجة صبرك وحلمك بيتحقق قدامك، وهتعرف إن ربنا يسوع المسيح دايما بيكون شايلك الأحسن. دي رحمته ثابتة ومحبته دايمة. كل ألم وله آخر، وكل حاجة وليها وقت. اطمن، يسوع معاك على طول، مش بيفرقك لحظة واحدة ولا طرفة عين.
يسوع أقوى من كل الظروف. هتشوف المعجزة العظيمة اللي هيصنعها معك، لأنه مش بينسى اللي بيطلبه ولا بيخذل اللي متعشم فيه. انت في ايد ربنا، يعني في ايد أمينة. ثق انك هتفرح وحياتك هتمتلئ بالخير والسلام والأمان. هتترتب بعد ما كانت متلخبطة. ليكن اتكالك على الرب يسوع المسيح فقط، وبكرة هتبتسم قدام أمنيتك اللي كنت فاكرها مش ممكن هتتحقق أو صعبة المنال. إلهنا صالح في كل الأوقات، هيفتح ليك أبواب الأفراح. دايما معاه مفتاح لكل مشكلة وراحة لكل تعب، واللي جاي أعظم من كل اللي راح. يسوع هيبعت لك سلام يملأ قلبك وسط الخوف اللي انت فيه، وهيشفيك من ألامك، وهيسترك من الريح، وإيده هتكون مظلة في المطر. هيمنحك قوة هتسلك بيها طريقك، ويحول ضعفك لقوة، وهيجبر بخاطرك. لحظة تشفى فيها من كل كسورك، ويعوضك عن كل اللي انت بتمر بيه والظروف اللي انت فيها. اطمن، إلهنا يسوع المسيح حي وبيرعاك إلى الأبد. هو الراعي الصالح، مش واقف يتفرج عليك وانت منتظر. كل الأمور اللي تخصك هو عارف بيعمل فيها ايه كويس. هيطبطب عليك وهيظبط لك كل أمورك. امسك فيه ولا ترخيه. هيسندك بسندة مليانة فرح وسلام. سندة إلهنا حلوة ومبهجة، مش هيسيبك تعدي الصعب لوحدك أبدا. هيسندك ويعوضك عن وحدتك في ألمك، وعن حيرتك في أيام كتير وانت بتفكر إنك تلاقي حل للموضوع ومش نافع ومش قادر. هيعوضك عن كل كلمة مالك زعلان ليه وما كنتش بترد فيها غير وانت بتقول للي بيسألك أنا كويس، علشان ما ينفعش إنك تتكلم. هيعوضك عن الناس اللي افتكرتهم معاك وسند ليك، ولكنهم عمرهم ما حبوك ولا حسوا بيك. هيعوضك عن تعبك وصحتك وعمرك اللي ضاع، وعن أدوار كتير كنت بتقوم بيها في حياتك مش بتاعتك، لكن علشان الظروف هي اللي وضعتك فيها. هيعوضك عن كل دمعة نزلت من عينيك. اطمن وما تخافش، ده انت معاك يسوع المسيح القدير اللي هيشفي أوجاعك ويعطيك كل ما تتمنى. اللي بيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. إلهنا إله التعويضات، هيعوضك بالأضعاف عن أي خساير أو ظلم مهما كان مداه، ومهما مر عليه وقت. هتتحول كل دمعة من عينك لفرح، وهيديلك اللي عمرك ما تخيلت إنها ممكن تتحقق في يوم من الأيام. خلي عندك رجاء إن كل شيء حلو جاي على حياتك قريب، وإن الفشل هيتحول لنجاح، والخوف لسلام، والحزن لفرح. ما تخليش الألم يقتل الأمل اللي جواك، ولا طول الانتظار يضعف الرجاء. يسوع هيسندك بذراعه القديرة، ده انت في حدقة عينه، وأنت لن تجد راحتك إلا معه. مهما كان الموقف اللي انت فيه صعب لن يخذلك. انت مش للخزي، انت ابن يسوع المسيح القدير. خلي دايما جواك الجملة دي طول الوقت: أنا ابن إله حي ومستحيل يسيبني. وفي النهاية القديس ماري جرجس بيبص ليك وبيقولك ما تستسلمش، لأن الانتصار أقرب مما تتخيل. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وإيمانكم أقوى، وكل سنة وقلوبكم مليانة سلام وفرح
بشفاعة القديس العظيم ماري جرجس. آمين. ربنا يبارككم ويفرح قلوبكم. وإذا كانت كلمات الرسالة لمست قلبك، اكتب أمين يا ماري جرجس.